السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم متابعينا من كل مكان في فيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. ان شاء الله فيديو النهاردة هنشوف ازاي انا بغسل او بمسح الخلاط الكهرباء، طريقة غسيل او مسح الخلاط الكهربائي. كل اللي هستخدمه معايا انا بجيب طبق وبحط فيه ميه واحط بس حاجة خفيفة كده، معلقة من فري او بريل بتاع غسيل المواعين او الاطباق، وهاخد غطا واحد صغير من ديتول، غطا صغير يعني حاجة خفيفة كده عشان انا مش مكترة المية فقط لا غير، وابتدي ان انا اقلب دوب الفري مع الديتول. انا مش هضيف حاجة ولا خلطات لان الخلاط نفسه ما بيحتاجش يعني مواد كتيرة او اي شيء، ولو الديتول لوحده كفاية يكفي. كل اللي هستخدمه معايا هنا فرشة اسنان قديمة او انت مخصصاها بس هنا لحاجات المطبخ، ومعايا برضو العود بتاع تسليك الودان، ومعايا فوطة بتاعة المطبخ. ده شكل الخلاط بتاعي. طبعا كل واحدة عندها خلاط شكل فعلى حسب يعني، لكن هو جسم الخلاط نفسه هو غسيله هيبقى واحد ان شاء الله. ده طبعا خلاطي اللي هو براون، ده براون الاصلي. انا سبته شوية عشان اقدر ان انا اغسله معاكم ويبقى فيه يعني زي حاجات كده نقدر نعملها مع بعض، عشان بدل ما اجيبه نضيف واعمله يبقى انا عملت ايه يعني. لو جبته نضيف وجيت غسلته معاكم هتقول ده بتجيب الحاجه نضيفه والكلام من ده، فانا سبته شويه، لكن انا طبعا بحافظ عليه دايما. كل اللي هعمله ان انا هغمس الفوطه في المحلول بتاعي اللي احنا عملناه ده. طبعا الخلاطات ما بتحتاجش سلكه ولا حاجه تدعكي بيها خالص، مش محتاجه. ببتدي كده بحط الفوطه في الخلطه اللي احنا عملناها ده او في الطبق، وببتدي اعصرها، بخليها مبلول كده خفيف، وابتدي ان انا على طول امسح بيها الخلاط. طبعا مسحه بيبقى سهل جدا ومش محتاج سلكه ان انت تحكي بيها ولا حاجه، هي زي ما قلت لك كده بس بالفوطه. طبعا الاماكن اللي الصعبه يعني الاماكن اللي بتوصلش ليها الفوطه ببتدي ان انا اغمس الفرشه كده معايا، ببتدي اغمس الفرشه وبعمل كده حوالين الاماكن اللي بيصعب وصول ليها. لو في اماكن طبعا رفيعه جدا مثلا زي دي، زي هنا مثلا الفرشه هتوصل ليها لكن لو هي مش هتوصل ليها تغمسي العود بتاع الودن ده نضيف في المحلول برضو، وببتدي ان انا اوصل لاي مكان يصعب الوصول اليه لو ايدي مش هتطوله بالشكل ده يعني، سواء الفرشه او بتاعت الودان دي حلوه جدا. وطبعا ده بحركه من مكانه، ده بتحرك يمين وشمال، اعمل كده وانضف على طول. سهل جدا وبيرجع معاكي يلمع، بس انت حاولي انت لما مثلا استخدمتيه وفي حاجه وقعت عليه طبعا بتقومي على طول وهي الحاجه لسه طريه عليه، بتقومي مسحاه تبقى سهله معاكي يعني، ما تسيبهاش ان هي تنشف عليه، فبتبقى سهله معاكي. ببل الفوطه واعصرها وابتدي اي مكان همسحه كله طبعا، والاماكن اللي مش هعرف اوصل لها هعملها طبعا بالفرشه او خله اللسان، وبعد كده بفوطه ناشفه وابتدي ان انا اجففه وامسحه كويس. هعمل كده وارجع لكم اوريه لكم اهو. خلاص كده انا غسلت الخلاط كله، ومن الظهر كمان ومن الجنب ومن تحت كمان، ما نهملهوش نمسحه كمان. وما ننساش حاجه برضو مهمه، السلك بتاع الخلاط برضو نمشي كده بالقماشه نبلها ونمشي كده. هنبصوا لازم برضو بنمسحه كده لان ساعات احيانا بيجي عليه حاجات اهو. طبعا انا بمسح كده بفوطه مبلوله وبنشف على طول، وما بستخدموش على طول يعني، برضو يعني لازم تسيبيه مثلا فتره بعدها، مع ان انا نشفته وما حطيتش فيه ميه يعني، بس للامان برضو زياده في الامان اهو. عند السلك برضو ما نهملوش. هوريكم برضو دلوقتي انا خلصت الخلاط ده. على فكره ده خلاطي داخل في 9 سنين، ده بتاع يعني ده في الجهاز بتاعي جايباه في جهازي داخل في 9 سنين يعني، مش لسه جديد ولا حاجه. انا عندي برضو ده العادي عشان برضو اعمل لكم عليه سيل برضو، عشان لو في حد عنده زي العادي ده اللي هو العادي خالص. كنت جبته برضو بعد ده عشان ايه التاني له غيارات كتير يعني، بس تستخدميه لازم تطلعي له سكينه ومش عارفه ايه. طب انا يوميا مثلا ساعات الواحد بيعصر اللي هو عصير طماطم او اي عصير عادي، فانا جايبه ده بعده يعني، قلت عشان
سريعا يعني، ده له شفشق واحد وبسرعة بيخلص. هعمل برضو نفس الحكاية، نفس القصة. بغمرها في المية اللي فيها ديتول وبعصرها وابتدي امسح بيها والاماكن اللي بيصعب الوصول ليها بالفرشة. تنضف معاكي بكل سهولة، مش محتاج ان احنا ايه. بمسح بالفوطة وبعدين ببتدي ان انا برضو لو في اي اماكن صعبة فده بيبقى سهل يعني للاستخدام اليومي. عصير طماطم او اي عصير فاكهة او حاجة بستخدمه بسرعة. التاني بقى طبعا في كل اللي هو الكبير براون، طبعا في كل حاجة، البشر والفرم، جميل بصراحة. بيبقى له بقى اسلحة وله غيارات. لما بكسر بقى اطلع الغيارات وتبقى تتغسل كتير، فبعمل ده سريعا يعني. هبقى اعمل لكم برضو ريفيو لو حابين عن الخلاط التاني براون، جميل بصراحة. في بتاع عصير البرتقال وفي مبشرة ومفرمة وبتخلطي فيه كمان لو عايزة الكيكة، في كل حاجة. انا كنت جايباه على فكرة من السعودية برضو، كان خالي في السعودية وجابولي، بس ده الاصلي لان في منه تقليد. كان ايامها كان عامل 1000 جنيه، معرفش تمنه دلوقتي طبعا اكيد غلي. وان شاء الله شفشق الخلاط هعمل لكم فيديو تاني عنه، يعني بعمل عن شفشق الخلاط فيديو لوحده برضو عشان يلمع معاكم ويبقى حلو. بس بقى اخلص كده ومن الظهر ومن الجناب وكله وهنشفه بالفوطه الناشفه وهرجع لكم تاني، عشان بس مش عارفه اتملك في الكاميرا. خلصت انا كده الفيديو معاكم، وطبعا ما ننسوش الاسلاك، ونضفت طبعا من تحت من الظهر ومن جنب وكل مكان فيه، ونشفت على طول. يا رب اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. الى اللقاء في فيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعاع الامل وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل.